السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده مهم جدا، نخش في الموضوع على طول. البط اللي قدامك في الفيديو ده بط مسكوفي. طبعا في عز الصيف انت بتقابل مشاكل كتير جدا، مشاكل التهوية مثلا، مشاكل مشكلة الافتراس، مشكلة الكساح. ممكن مثلا انت تخاف تربي عشان غلو العلف، هتأكل ايه؟ كل دي مشاكل وغيرها كتير هنحلها ان شاء الله في الفيديو ده. عايزين الفيديو ما يطولش. بنطلب بس من الناس تشترك في القناة، يمكن تستفيد مني بمعلومة، يمكن افيدك بحاجة ان شاء الله. انا والله كل هدفي ان انا اساعدك، كل هدفي ان انا اخلي اللي عايز يربي في البيت يعرف يربي، اللي عاوز يبقى ده مصدر رزق ليه باذن الله يبقى مصدر رزق ليه. بس انا عايزك تركز معايا، عايزك اي استفسار تكلمنا على الواتس، مش هقولك في التعليقات عشان ارد عليك كويس. كلمنا على الواتس، تبعت لي رسالة على الواتس في اي وقت، انا تحت امرك. ما نش طالب منك اي حاجه خالص غير الدعاء. رقم الواتس 010 32 59 59 11. وامرني في اي وقت، اعتبرني اخوك. كل اللي انت عايزه، كل ما يخص تربيه الدواجن هتلاقيني ان شاء الله بساعدك فيها. هتطلع دوره ناجحه، سواء بتربي ان انت هتبيع ان شاء الله ربنا يرزق الجميع، سواء بتربي للبيت باذن الله هتلاقيني معاك في اي وقت وبدون اي مقابل. مش عايز بس غير دعوه منك، وان ربنا يا رب يجعلنا سبب ان احنا يعني نوسع رزق بعض. عشان نخش في الفيديو وعشان ما نطولش عليكم، احنا قدام مشكلتين دلوقتي. مشكله غلاء العلف، ودي مشكله كبيره. ان انا اوصل، البط ده عمره شهرين، ان انا اوصل بالحجم ده. وكان يعني انا تقريبا شايل منه الذكوره كمان، يعني الذكوره ما شاء الله شلتها في جنب لان هبيعها لوحدها، ودي غالبا النتي كلها. يعني انا ما صورتش الذكوره ما شاء الله، الله اكبر اللهم بارك. فعشان توصل، طبعا انت لو اكلت علف مشكله كبيره، فده اول مشكله. تاني مشكله مشاكل الصيف بقى كتير، او الناس بتتوهم انها كتير. يعني انا اصلا عن نفسي بحب التربيه في الصيف عن التربيه في الشتاء، وانت لو شغلت دماغك هتلاقي التربيه في الصيف احسن. بس احنا واحده 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 مع بعض. مشكله العلف ده اول مشكله. المشكله التانية مشكله الافتراس، دي من اكبر المشاكل اللي بتقابل مربي البط بالذات المسكوف. مشكله الافتراس، مشكله الكساح، الريش بيقع، المشاكل دي كلها. احنا هنتكلم الاول عن مشكله الافتراس، وهنسيب لو الفيديو يعني ما طولش هندخل في مشكله العلف، غلاء العلف. هعمل لك خلطه باقل تكلفه. يعني بص، تسمين عجول مش تسمين بط. ما بالك بقى ان شاء الله هتعمل ايه في البط. لو الفيديو ما طولش، الفيديو طول هنعملها ان شاء الله في فيديو لوحده. ندخل في مشكله الافتراس الاول. مشكله الافتراس ديت يعني انت لو ما لقيتلهاش حل تقريبا بتاخد القطيع كامل، بتاخد الدوره كامله. سواء مثلا بتربي 1000 بطه، 500 بطه، 300 بطه، 200 بطه، سواء بتربي 10 بطات في البيت، بتاخد كل اللي موجود. ليه؟ لان انت لو ما عالجتهاش البط لما الدم بيظهر انت بتشد البط اصلا للافتراس اكتر. ده اول هام. تاني هام بتقضي على البط اللي اتعور، خلاص ما هو هيعمل ايه، هو اصلا في جرح اتفتح، والجرح ده يعني انت البط بينقر في بعضه زياده. يعني انت البط بيموت بعضه حرفيا. طب هنتجنبها ازاي؟ من اول الاسباب في مشكله الافتراس ده عشان ما تقعش فيها، وعشان برضه لو وقعت فيها ان شاء الله تعالجها. اولا الاضاءه العاليه. البط عايز 10 ساعات على الاقل خالص ضلمه، 10 ساعات ضلمه ينام فيهم. تمام. طيب انت سارج النور 24 ساعه، النور عالي، طيب دي اول هيعمل ايه، هيعض في بعض. فاول حاجه بلاش تسرج النور، يعني تسرجش النور، طفي النور بالليل. حتى طفي النور بالليل ان البط يهدى والبط ينام، اعصابه تهدى.
تمام. فما تضطرش البط انه يقعدوا ببعض. طيب ده اول حاجة. تاني حاجة الملل. الملل زي ما انت بتمل كده وبتزهق، البط نفس الوضع. طيب نعالج المشكلة دي ازاي؟ انت مثلا بتأكل وجبتين، وجبة الصبح، وده افضل وقت، معلومة يعني حطها في دماغك، افضل وقت لعلف البط او الفراخ او اي دواجن. اللي هما الوجبتين دول، وجبة يعني تصلي الفجر وتقوم تألفه، ووجبة بعد صلاة العصر قبل صلاة المغرب، يعني قبل المغرب بساعة كده. دول أفضل وقت تشبعوا كويس بعد الفجر، وتشبعوا كويس قبل المغرب بساعة. تمام. طيب البط بقى بين الوجبتين هيعمل ايه؟ هيزهق، هيعض في بعض. ركز في أول مشكلة عشان مش هعيدها تاني خلاص. مشكلة النور، الإضاءة العالية. المشكلة الثانية الملل. طب نعمل ايه؟ انت بين الوجبتين ارميله اي خضرة، شوية برسيم، شوية خس، اي حاجة يعضعض فيها، عشان ايه؟ يتلهى فيها فما يعضش في بعض. تمام. دي تاني مشكلة. يبقى معانا الإضاءة العالية والملل. المشكلة التالتة الزحمة. ما تجيبليش مكان مثلا ياخد 100 بطة وانت تحط لي فيه 200 او 150. طيب ايه اللي هيحصل؟ انت لازم تعامل البط يعني زي ما تكون بتعامل بني ادم، اصل هو فيه روح ومخلوق زيه زيك، فاللي بيضايقك بيضايقه. الزحمة هتضايق البط، هيعمل ايه؟ هيعض في بعض. تمام. وبرضه يعني المشكلة اللي جاية ديت ممكن تحطها يعني مع مشكلة الزحمة، او تحطها في مشكلة لوحدها، بس انا من رأيي تحطها في مشكلة لوحدها، لان الزحمة حاجة والمشكلة دي حاجة. المشكلة الرابعة اللي هي سوء التهوية. سوء التهوية. هقول لك على حاجة بره عن العلم وبره عن يعني الكلام ده كله، لان انا ما بحبش اتكلم بالعلم يعني اللي انت درسه. احنا مش بقولكش ما حفظكش ماده ان انت تمتحن فيها في اخر مثلا الترم او في اخر السنه او في اخر الشهر. انا بديك خلاصه العلم مع خلاصه التجارب اللي على ارض الواقع، وعلى قد ما اقدر ابعدك عن الادويه وعن العلاج، لان انا يعني ماشي بمبدا ان الوقايه خير من العلاج. طيب العلاج هنضطر ليه او ممكن نضطر ليه؟ طب احنا ممكن نبعد عن العلاج وما نضطرش ليه؟ ممكن نبعد عن العلاج وما نضطرش ليه. شوية بس اهتمام وشوية بحث. وانا عاوزك لو انت محتاج اي حاجة ما تتراجعش ان انت تطلب مني، تقول انا يا باشمهندس انا عاوز اعرف ده ليه، عاوز اعرف اعمل ايه. والله ما هبخل عليك بحاجة ومش عاوز منك غير دعوة بس. المهم مشكلة التهوية. يعني زي ما بيقولوا المربيين التهوية نص التربية. نص التربية، ايوه نص التربية. طيب لو انت التهوية مش كويسة والحرارة مرتفعة، ايه اللي هيحصل؟ يعني البط بيوصل لمرحلة يعني انه اصلا بيبقى عايز يقتل نفسه، فما بالك هيعمل ايه في بعضه. فانت ما توصلش البط للمرحلة دي. يبقى انت تتجنب المشاكل اللي قلناها ديت: الإضاءة العالية، الزحمة، ارتفاع درجة الحرارة وسوء التهوية والملل. وقلنا حل كل مشكلة. المشكلة بقى الأخيرة مشكلة العلف. عملت ايه انت في العلف؟ طيب انت قطعت العلف مرة واحدة مثلا، طيب قطعت البروتين مرة واحدة وقلت العلف غالي، البط بقى عمره شهر شهر ونص، كفاية يا عم انا هبدأ اجيب خلطات من البيت، اكل البيت الباقي ارمي اعلف. البط البروتين انقطع مرة واحدة، دمرت انت البط. البط هيعمل ايه؟ هيعض في بعض. طيب انا عاوز طيب برضو في نفس الوقت عايز اوفر التكلفة. ما انا لو حطيت علف بس بيتها هيتخرب، سواء مربي يعني ده مصدر رزقك او سواء انت بتربي في البيت. طب الحل ايه؟ الحل في خلطة، واعتقد يعني هي صعب تكون في الفيديو ده، الفيديو هيطول جدا، فانا باذن الله هنزل لك فيديو خلطة تسمين للبط، بحيث انه ان شاء الله تشوف اوزان خيالية باذن الله للبط عموما مش المسكوفة بس، وباذن الله تتجنب مشكلة الافتراس. لان
قطع العليقة او البروتين او العلف مرة واحدة عن البط بيدمر البط، بيؤدي الى الافتراس، الكساح، المشاكل اللي انت بتخاف منها ديت وحاطط سببها الصيف هتقابلها جامد، وبالذات في الصيف. فانا باذن الله انتظر مني فيديو على القناة جديد، هعمل لك في خلطة باذن الله مش هتحتاج اي كلام تاني، خلطة اوزان كويسة باذن الله، مشكلة الافتراس نتجنبها باذن الله، وفي نفس الوقت نوفر في تكلفة العلف. عشان الفيديو ما يطولش انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.